السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أصدقائي، عاملين إيه؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة إحصائيات وأرقام لاعبين النادي الأهلي. النهاردة الحلقة رقم 17. اعذروني، عدى وقت كبير قوي ما بين الحلقة 16 والحلقة 17، حوالي شهرين متتاليين. بس ده طبعا بسبب الأحداث، الحرب في غزة وفي فلسطين. خلونا قبل ما نبدأ الحلقة ندعي لأهلنا في غزة وفي فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبتهم ويشفي الجرحى ويرحم اللي ماتوا يا رب وينصرهم نصرا عزيزا. وبسم الله نبدأ حلقتنا. اللاعب اللي معانا النهارده لاعب المفروض ياخد بطل العالم في الكلاح. لاعب مثقف، بيتكلم لغات، بيشرب ريد بول، لا وكمان ملك الاحتفالات في النادي الاهلي، او تقدر تقول الدي جي الرسمي. اكتر لاعب محظوظ في كادرات التصوير في تاريخ النادي الاهلي عامه. الكادرات دايما بتطلعه ملك كلاحه. اهو اللاعب ده المفروض اول ما رجله تدب في ارض الملعب تخبطه بمفتاح انبوبه على دماغه، هتلاقيه رهوان في قلب الملعب. سبحان الله يا اخي، لاعب تشوفه متالق وهو مدروخ. ايوه، هو ملك الاحتفالات، صاحب السطلانه، طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر او طاهر محمد احمد طاهر، من مواليد القاهرة 7 مارس 1997، عنده حاليا 27 سنة. طاهر من ناشئين نادي المقاولين العرب من 2007 لحد 2014، وتم تصعيده للفريق الأول. ثم انتقل إعارة في موسم 2016-2017 لنادي لوهافر الفرنسي، وبعدها في 2020 ينتقل طاهر محمد طاهر للنادي الأهلي. طاهر محمد طاهر لعب مع الأهلي من ساعة ما جه النادي 132 مباراة، سجل 15 هدف وصنع 13 هدف، وحصل على 15 انذار وحالة طرد واحدة قدام الإسماعيلي الموسم اللي فات. نقسم المباريات والأهداف. طاهر محمد طاهر لعب مع الأهلي في الدوري 62 مباراة، سجل 13 هدف وصنع 11. ولعب مع الأهلي في أفريقيا 36 مباراة، سجل 4 وصنع 5، أهمهم هدفه في صن داونز. ولعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية 13 مباراة، لم يسجل ولم يصنع. ولعب في البطولة الحديثة الدوري الأفريقي مباراتين، لم يسجل ولم يصنع. لعب في السوبر المصري 5 مباريات، صنع هدف واحد لكريم فؤاد قدام الزمالك. ولعب في كأس مصر 11 مباراة، سجل هدف وصنع هدف. ولعب في السوبر الأفريقي مع الأهلي 3 مباريات، سجل هدف قدام الرجاء المغربي وصنع هدف. طاهر حصل مع النادي الأهلي على 10 بطولات، زائد كمان 3 برونزيات كأس عالم للأندية. طاهر محمد طاهر من اللعيبه اللي حواليها جدال كبير قوي، سواء انت متفق ان هو وحش او متفق ان هو كويس. عشان نبقى صراحه، هو لاعب بيضيع كتير قوي اكتر ما هو بيديك، لكن ما ننكرش برضه انه في بعض المباريات بيكون كويس وبيأدي اداء كويس جدا. زي مثلا اخرها قدام فيوتشر، عمل نص ساعه من بعد ما نزل عالميه. على فكرة طاهر عنده تميز وقوة في ضربات الرأس، وتقدر تستفاد منه في انك تستغله مهاجم، وده اللي بيعمله كولر حاليا. وعنده رجليه لو قدر يستغلها صح ما شاء الله عليه صواريخ. في النهاية مستر كولر بلغ كابتن بيبو انه عنده ثقة في طاهر، وواثق فيه وفي قدراته، وان هو مش هيستغنى عنه ابدا. خلينا نشوف ليه لا. وهنا انا مش بقول لك رأيي، انا عايز رأيك انت في طاهر محمد طاهر. انا دوري بنقول لك احصائياته وارقامه. طاهر محمد طاهر، نتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي، وإن شاء الله نشوف نسخة مختلفة وأجمد بكتير من اللي عدى. وأخيرا، لو عجبتك الحلقة دي ما تبخلش علينا باللايك والشير، وتوقع مين هيكون نجم الحلقة الجاية، وأشوفكم على خير. سلام.